يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتكون شاملة كل تفاصيل مسلسلات رمضان بشكل رسمي، واللي هنتكلم فيها عن قصة وتفاصيل كل مسلسل وكمان قنوات ومنصات عرضهم. الحلقة دي هتكون بمثابة الخلاصة بالنسبة لك، واللي هتخرج منها عارف كل حاجة عن مسلسلات رمضان السنة دي. بس قبل ما نبدأ رحلتنا ياريت نوصل الحلقة دي لأكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. أول مسلسل في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين. بتدور قصة المسلسل في إطار تاريخي في القرن ال11 عن زعيم الحشاشين حسن الصباح وقيادته لجماعة من الأساسنز واغتيالاتهم المبهرة لشخصيات مرموقة في الدولة. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC وأون ومنصة واتشت. تاني مسلسل معانا هيكون مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي ومحمد علاء. قصة المسلسل هتقدم لنا عايدة سيدة الأعمال اللي بتعيش حياة فوضوية جدا بعد ما أخوها بيتعرض للقتل، واللي بتلاقي نفسها في صراع عائلي كبير بينها وبين عيلة الغول اللي بيحاولوا يستغلوها ويستولوا على كل ممتلكاتها. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وقناة أون وDMC ومنصة شاهد وواتشت. تالت مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل خالد نور وولده نور خالد. المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماحة. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا عن 2 صحاب بيقابلوا مواقف وخلافات زوجية، وإزاي قادرين إنهم يتعاملوا مع الستات في المواقف اللي هيقابلوها خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. رابع مسلسل معانا هيكون مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عن محامية اسمها نعمة منفصلة عن جوزها، بتمر بأزمات كتير جدا في حياتها، بتحاول بكل الطرق إنها تتخلص منها. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب. المسلسل هيقدم لنا صراع دموي بين 2 اخوات بسبب الطمع والغيرة والانتقام اللي هيملأ قلوبهم، وهيكون سبب في دمار كل عيلتهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 6 معانا هيكون مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم. بتدور قصة المسلسل في إطار من القضايا الاجتماعية اللي بتحصل في علاقات الحب والخلافات الزوجية والمفاجآت المثيرة والمشوقة جدا اللي هنشوفها خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على منصة واتشت. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد بدير. هتاخدنا قصة المسلسل في شادر السمك وسط أسرة بسيطة وحياة هادية جدا، ولكن بطلنا بيلاقي نفسه في صراع كبير مع تجار السمك، واللي ما بيلاقيش قدامه اختيارات غير انه يتصدى ليهم عشان يثبت نفسه وسطهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وقناة DMC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 8 معانا هيكون مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي. المسلسل هيقدم لنا قصة معاد صياغتها لإحسان عبد القدوس، واللي بيحكي لنا عن مختار المسؤول عن أولاده ال6 بعد وفاة مراته، واللي هيبقى مطلوب منه انه يواكب تفكيرهم واختلافهم عن الأجيال القديمة. المسلسل هيتم عرضه على قناة DMC وقناة أون ومنصة شاهد وواتشت. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وبسمة وعصام عمر. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة مع حسن وحسين اللي بيكتشفوا سر خطير جدا هيقلب حياتهم تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة أون وكمان على منصة شاهد وواتشت. المسلسل رقم 10 معانا هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي ومحمد
محمد سلام ورحمة أحمد. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة جديدة في بيت الكبير، واللي في الجزء ده بيتعرض العمدة لضغوطات كتير جدا بتخليه مضطر انه يهتم بمشاكل القرية في إطار من الكوميديا المعتادة. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وعلى قناة DMC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار ويسرى اللوزي وأسماء أبو اليزيد، واللي هيقدم لنا قصة دكتور بيعيش في حارة شعبية هيحاول انه يستغل مهنته، وده اللي هيدخله في صراعات ومغامرات كتير جدا خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 12 معانا هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وآية سماحة وإسعاد يونس. المسلسل هيقدم لنا تطورات وتحديات جديدة هتواجه ليلى وأحمد والمشاكل والمغامرات اللي هتقابلهم استكمالا لنهاية الجزء الأول. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC وأون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس. قصة المسلسل هتعيد صياغة حكايات ألف ليلة وليلة ولكن بشكل معاصر، واللي هتقدم لنا الأساطير السحرية والممتعة على مر الأزمان. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC وأون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 14 معانا هيكون مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب. قصة المسلسل هتقدم لنا 2 متجوزين بيحاولوا يحسنوا من حياتهم، واللي بسبب شغلهم وجيرانهم بيمروا بأزمات ومواقف كوميدية كتير خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 15 في قائمتنا هيكون مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر. المسلسل هيقدم لنا قصة عرب اللي بيحاول انه يهرب من ماضيه المأساوي ويعيش حياة طبيعية مع حبيبته، ولكن بيواجه صراعات كتير جدا خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC وأون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 16 معانا هيكون مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا. المسلسل هيقدم لنا قصة صدفة اللي بتواجه مواقف في إطار كوميدي ودرامي بتعرضها لصدف غريبة كتير بتغير مجرى حياتها تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة الحياة وقناة CBC وDMC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 17 في قائمتنا هيكون مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي. بتدور قصة المسلسل عن هشام اللي بيلاقي نفسه بيسيب وظيفته في الفندق اللي بيشتغل فيه بسبب الكورونا، فبيدور على شغل عشان يقدر انه يصرف على أسرته في إطار من الكوميديا والدراما. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC ومنصة شاهد وواتشت. المسلسل رقم 18 معانا هيكون مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني وجمانة مراد وسيد رجب. هتدور قصة المسلسل عن شخصية بهجة الأنصاري صانع محتوى على اليوتيوب وعلاقته بأحفاده وإزاي قادر إنه يتعامل معاهم في ظل بحثه عن السعادة في أيامه الأخيرة. المسلسل هيتم عرضه على قناة DMC وعلى منصة واتشت. المسلسل رقم 19 في قائمتنا هيكون مسلسل فراولة من بطولة نيلي كريم وشيماء سيف وصدق صخر. بتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي خفيف عن فراولة اللي بتعيش حياة بسيطة مع أبوها حارس عقار في الزمالك، وبسبب موهبتها وشجاعتها بتتغير حياتها بشكل جذري للثراء والمواقف الكوميدية اللي بتتعرض لها مع الزباين في شغلها كمندوبة مبيعات. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 20 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح الجزء الرابع بعنوان أسطورة العودة من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب وسهر الصايغ. المسلسل هيكون استكمال للأجزاء اللي فاتت، واللي هيقدم لنا عودة الجن من تاني والصراع الكبير بينه وبين صابر المداح. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 21 معانا هيكون مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد
زاهر وانتصار. بتدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية لبنت من عيلة بسيطة اسمها شيماء بتقع في مشكلة كبيرة جدا بسبب هوسها بالتيك توك، واللي بيحطها في موقف صعب جدا بتحاول الخروج منه. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 22 في قائمتنا هيكون مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري. المسلسل هياخدنا في ملحمة لشاب من الصعيد أمه بتتقتل وبيحاول إنه ينتقم لها وياخد حقه وسط صراع ومساومات بينه وبين أعدائه. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وقناة أون والحياة. المسلسل رقم 23 معانا هيكون مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا وأحمد مجدي ومي سليم. المسلسل هيقدم لنا قصة واحدة بتمر بموقف صعب جدا في حياتها، واللي ما بيبقاش قدامها اختيارات غير انها تبعد عن اقرب الناس ليها وتحاول انها تنتقم. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة الحياة وDMC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 24 في قائمتنا هيكون مسلسل بدون سابق انذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح. قصة المسلسل بتدور عن ماجد وليلى اللي مستنيين ابنهم الأول وبيقعوا في مشاكل ومفاجآت كتير جدا غامضة بتغير مجرى حياتهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى منصة واتشت. المسلسل رقم 25 معانا هيكون مسلسل كبرى من بطولة محمد إمام ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني. قصة المسلسل بتدور في إطار الدراما الشعبية عن شاب بيضل طريقه وبيلاقي نفسه في رحلة من الدجل والشعوذة بتحطه في مغامرات غريبة جدا في إطار درامي وكوميدي، واللي بيلاقي نفسه في مواجهة كمان ما بين الخير والشر. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 26 في قائمتنا هيكون مسلسل رحيل من بطولة ياسمين صبري ومحمد كيلاني وأحمد صلاح حسني. المسلسل بيقدم لنا قصة بنت بتواجه تحديات كبيرة وصعبة وقاسية في حياتها بعد وفاة أهلها بشكل مفاجئ، وبتحاول بإرادتها وقوتها إنها تواجه الصعاب. المسلسل غالبا هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC وأون. المسلسل رقم 27 معانا هيكون مسلسل قلع الحجر من بطولة محمد رياض وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون. قصة المسلسل هتحكي لنا أحداث حقيقية حصلت في النوبة والصعيد، واللي هتعكس لنا ثقافة وقضايا اجتماعية كتير هتواجه أبطال المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على منصة واتشت. المسلسل رقم 28 في قائمتنا هيكون مسلسل لانش بوكس من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد. قصة المسلسل بتدور عن 3 بنات بيحاولوا انهم يلاقوا حل لمشاكلهم عن طريق انهم يعملوا عصابة للدفاع عن حقوقهم في اطار من الكوميديا. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وعلى قناة DMC. المسلسل رقم 29 معانا هيكون مسلسل غالية ب100 راجل من بطولة سمية الخشاب وهالة فاخر ومحمود عبد المغني. بتدور قصة المسلسل عن غالية أبو الدهب صاحبة الشخصية القوية بنت البلد اللي بتعيش في حارة شعبية وبتواجه أزمات وتحديات صعبة لوحدها بعد وفاة والدها. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة النهار. المسلسل رقم 30 في قائمتنا هيكون مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة وسيد رجب وأحمد رزق. بتدور قصة المسلسل عن الصراع القوي جدا اللي هيكون في بيت الرفاعي، واللي هتكون أساسها الميراث والتجارة والخلافات العائلية اللي هتكون ما بينهم كلهم. هيتم عرض المسلسل على قناة أون وعلى قناة CBC وعلى منصة واتشت. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بإيه المسلسلات اللي قررت تتفرج عليها، وبعد ما شفت الإعلانات إيه أكتر مسلسل شايف إنه هيكون رقم 1 خلال السباق الرمضاني. وقبل نهاية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.